بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أنا سعيد جمال، ودي الحلقة الثانية من برنامج تدريب تيوب، وهنكمل البرمجة اللغوية العصبية. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تعريف البرمجة اللغوية العصبية وإزاي نشأت، وهسيب لكم اللينك بتاع الحلقة في صندوق الوصف عشان لو حبيت ترجع لها تاني. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن بداية البرمجة اللغوية العصبية، وهنتكلم فيها عن حاجة اسمها الفرضيات المسبقة أو الافتراضيات المسبقة، ودي بداية ألف باء برمجة الغاية العصبية. هتقول لي يعني إيه افتراضات مسبقة؟ هقول لك هي مجموعة قوانين، بس قوانين احتمالية. هي مجموعة احتمالات بتخلينا نعرف صورة كاملة عن بعض سلوك الناس. يعني حضرتك سلوك بعض الناس ممكن يكون مختلف، سلوك بعض الناس ممكن يكون غريب شوية في بعض الأوقات. فهي إحنا بنوصف بعض السلوك ده بشكل سلس وبسيط. فعشان كده هي بيقولوا في التعريف بتاعها إيه؟ إنها هي مجموعة من الاحتمالات التي تضع إطار حول كيفية رؤية السلوك وجمع المعلومات وقيمة الذات. يعني حضرتك ممكن تشوف سلوك بطريقة معينة، غيرك بيشوفه بطريقة تانية، غيرك بيشوفه بطريقة تالتة. ولكن احنا من قدر الإمكان، وزي ما عمل اللي أنشأوا البرمجة اللغوية العصبية وهم جون جليندر وريتشارد باندلر، عملوا نمذجة. يعني عملوا نموذج كده مصغر ممكن نستخدمه عشان نخلي فهم الناس لبرنامج أو سلوك معين بسيط وسلس. وفي نفس الوقت دي نموذج ممكن ترجع له في وقت من الأوقات. كمان الافتراضات المسبقة دي بتمد البرمجة ببعض الخطوات الإرشادية. يعني في خطوات كده بتخليك تفهم الدنيا ماشية ازاي، او تفهم البرمجة ماشية ازاي، او حتى تفهمك ازاي تتعامل مع سلوكيات الناس المختلفة. خليني اقول لك ان من الاخر كده فهمك للفرضيات المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية دي هتخليك تفهم البرمجة بشكل كويس جدا. وده اللي هيفصل ما بينك او يخليك فرق ما بينك وما بين الممارس الناجح والناس التانية. فعشان تكون ممارس ناجح نبدأ نعرف ألف باء برمجة أو الفرضيات المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية. أول فرضية في البرمجة اللغوية العصبية ومن أشهر الفرضيات اسمها فرضية احترام وتقبل الآخرين. في ناس في حياتنا كتير ممكن يكونوا حاولوا يغيروك أو يغيروا غيرك، أو أنت نفسك ممكن تكون حاولت تغير ناس كتير في حياتك، لكن حصل لك خيبة أمل، وخيبة أمل كبيرة كمان. أنت هتقول لي إزاي وليه؟ خلّيني أقول لك، إن خيبة الأمل دي إن أنت عايز تغيّر الناس بالطريقة اللي أنت شايفها، وللشكل اللي أنت عايز يكونوا عليه الناس دي، لكن بتنسى إن الناس دي عندها قِيَم وعندها اعتقادات وعندها القدرات الخاصة اللي بتخلّيهم يتصرّفوا بالشكل اللي هم شايفينه مناسب ليهم. ولإن حضرتك ممكن تكون مش عارف تآمن إن الناس دي ليها حق في كده، فأنت ما بتحاولش تفكّر في معتقدات الناس دي. كل اللي بتفكّر فيه إن الناس لازم تتغيّر للشكل الأحسن، للشكل الأفضل اللي أنا شايفه أحسن ليهم. خلّينا هنا بقى نتكلّم في حاجة مهمة جدًا ومثال. الفردية دي أو احترام وتقبُّل الآخرين ليها وجهين. الوجه الأول هو إن أنت إزاي ممكن تبُص لبعض الناس في المجتمع اللي أنت عايش فيه. مثلًا لمّا تكون ماشي في الشارع وتشوف عامل النضافة، هل ممكن تمسك المقشة بتاعته وتنضّف زيه؟ سألت نفسك السؤال ده قبل كده؟ الصح هو إن أنا ممكن أقول أنا باحترمه وأقدّره، بس مش هينفع أعمل زيه، ده من وجهة نظرك، لكن ممكن تعمل زيه، إيه المانع؟ الفكرة كلّها إن أنت احترمت الشخص ده. عايز أقول لك بقى إن في ناس تانية ما بتحترموش الشخص اللي هو أصلًا بيلِم زبالة الناس. آه، خلّي بالك إن هو بيلِم الزبالة اللي حضرتك عاملها، لكن هو اللي بينضّف. فعشان كده المصطلح الصحيح هو نقول عليه عامل النضافة. وغيره من الآخرين، غيره من الناس. إزاي بتتقبّل كل الناس اللي في حياتك، إزاي بتحاول تحترمهم بكل معتقداتهم، بكل قيمهم، بكل التربية اللي هم اتربوها. هتقول لي بقى التربية وحشة والّا حلوة؟ هاقول لك إحنا بنتقابل مع ناس كتير وبنغيّر في عادات كتير وبنشوف ناس كتير، فلازم تتقبّل الناس دي بشكل ما. أمّا بقى الوجه الآخر لاحترام وتقبُّل الآخرين، هو إن أنت تفهم إن كل واحد عنده اعتقادات وعنده قِيَم لازم تحترمها ولازم تحافظ عليها. وده بنشوفه في سوق العمل. بتلاقي بعض المديرين مثلًا بيبقى عنده هواية غريبة جدًا، هواية القمع وتقييد المهارات. فتلاقي المدير شايف مثلًا إن عنده سيلز كويسة كبنت أو ولد، حد شغال في السيلز وكويس جدًا، فيقرر المدير قرار غريب جدًا إنه يشغّله محاسب. في الوقت ده تعرف إنه بيدمّر كل المهارات اللي يمتلكها السيلز ده،
الشخص ده ممكن يكون شغال في المبيعات بشكل كويس جدًا وبيحقق مبيعات وعنده مهارة في المبيعات، كونك حطيته في مكان تاني فاعرف إن أنت دمرت كل المهارات. فتلاقي الشخص يقول لك أصل أنا مدير وفاهم في الإدارة، فلازم الموظف بتاعي اللي موجود في شركتي يكون عنده حاجة اسمها multi task. يعني إيه؟ يعني متعدد المهام. حضرتك ده مش مكنة، مش ماشين، ده بني آدم. فبني آدم عنده حاجة إبداعية، عنده حب لشيء معين، فطالما يملك الأفضلية والتفضيل ويملك الحب، فأنت حضرتك لازم تكون عندك اعتقاد أو عندك إيمان إن الشخص ده يمتلك إيمان واعتقاد زيك بالضبط. فكونه هو شغال محاسب وأنت عايز تنقله للsales فده هيدمّر مهارات المحاسبة عنده، أو العكس، وغيره، وغيره، وغيره بنشوفه في سوق العمل بشكل مبالغ فيه كمان. وهنا بقى كممارس للبرمجة اللغوية العصبية، نقول لك إن أنت أحيانًا ممكن تعمل session أو جلسات، فمن الحاجات المهمة جدًا إن أنت تحترم وتتقبّل كل الناس اللي ممكن ييجوا في حياتك. يعني أحيانًا ممكن ييجي لك حد في الجلسة فيكون مثلًا عنده حاجة معيّنة عايز يتعالج منها أو عايز يتخلّص منها، عنده عادة سيئة معيّنة مثلًا. يعني خلّينا نقول مثال، ممكن ييجي لك أثناء الجلسة بتاعتك حد بياكل ضوافره، فأنت شخص بتقرف، كونك إن أنت ما قدرتش تتقبّل إن الشخص ده جاي يتخلّص من عادة سيئة وهي أكل الضوافر، فكونك مش هتعرف تساعده، فده معناه إن أنت ممارس ضعيف. ولكن كونك تتقبّل إن هو بيعمل حاجة هي سيئة من وجهة نظره وهو جاي لك تتخلّص منها وأنت هتتقبّل الحاجة دي، فكونك ده بيقول عليك إن أنت ممارس شاطر. أنا كشخص اشتغلت في البرمجة اللغوية العصبية وعملت session كتير جدًا، عايز أقول لكم إن أنا قابلت عدد كبير جدًا من الناس اللي هم عندهم مشاكل كتير جدًا في الحاجات دي. يعني تلاقي مثلًا اللي جاي يقول لك أنا عندي مشكلة مثلًا إن أنا بادخّن بشكل شره، اللي ييجي يقول لك أصل أنا عندي مشكلة إن أنا مثلًا باكل أكلات آآ سريعة زي الfast food وغيره، وغيره بشكل شره جدًا لدرجة إن أنا مش عارف أعمل إيه وعايز أتخلّص منها. حد يقول لك أنا باكل ضوافري، حد بيقول لك أنا دايمًا بالعب في مناخيري، حد ييجي يقول لك مثلًا أنا باضرب الناس، حد يقول لك أنا باتكلم عن ناس كتير، حد يقول لك أنا باكدب، حد يقول لك أنا منافق، حد يقول لك أي حاجة من الحاجات العادات السيئة اللي هو عايز يتخلّص منها. كونك تتقبّل الشخص كما هو بكل معتقداته هو بداية طريق نجاحك كممارس ونجاحك في الجلسة. فدي أول حاجة، فأول فرضية، أول قانون ذاتي ممكن نشتغل عليه اسمه احترام وتقبُّل الآخرين كما هم. ومن الفرضية الأولى احترام وتقبُّل الآخرين نخش في الفرضية التانية واللي معانا في الحلقة دي وهي الخريطة ليست هي المنطقة. خلّيني أقول لك على حاجة حصلت، قصة بسيطة كده حصلت. شخص ما كان جعان فقرر إنه يدخل مطعم كبير جدًا في مكانٍ ما. ودخل فعلًا المطعم، ومسك القايمة وطلب الأكل اللي هو حابّه وجاله الأكل على الترابيزة، وكان الأكل مثلًا فيه رز وفيه مثلًا خضار وفيه لحمة وفيه سلطات وحاجات زي كده. أثناء ما بدأ ياكل اتفاجئ إن في دبانة واقعة في الرز، زعل ومشي وقرر إنه ما يرجعش المطعم ده تاني، لكن كل ما يقابل شخص في الشارع يقول له اوعى تروح المطعم ده، المطعم ده أكلهم وِحِش، كله دبان وكله صراصير، وفضل يقول كده كل ما يقابل حد على المطعم. الحقيقة إنه عمل حاجة اسمها التعميم. هتقول لي يعني إيه تعميم؟ هاقول لك إن مش معنى إن حضرتك لقيت دبانة مثلًا في الرز إن بقية الأكل وِحِش، ممكن يكون كل الأكل اللي كان موجود كان جميل جدًا وكويس أوي. لكن دبانة طايرة مثلًا وقعت في المكان ده، فدي اللي بيسموها التعميم. فكون إن في غلطة في حاجة معيّنة أو في شيء معيّن وأنت قررت إنه تعممه، فده معناه إن أنت عندك قرار إن أنت ما تحاولش تحترم وتقبُّل حاجة في الآخرين، وده هيرجّعنا للأولى. خلّي بالكم إن الفرضيات اللي إحنا هنتكلم عليها كلّها مرتبطة ببعض. جالك حد بيقول لك أنا باقطّع في ضوافري طول ما أنا قاعد باسناني، فده معناه إنه مش شخص مقرف أو إنه شخص مش نضيف، لأ، ممكن تكون حالة توتر. هو عنده حالة توتر، فلمّا بيتوتر بيعمل الحركة دي، لكن ممكن تلاقيه طبيعي قبل ما ياكل يغسل إيده كويس جدًا، تلاقيه قدر الإمكان بيقعد مع الناس، ما بيحاولش يعمل الحركة دي قدّام الناس. فالخريطة ليست المنطقة، معناها إن مش معنى إن في منطقة وحشة في الخريطة، إن كل الخريطة وحشة جدًا، لأ، خلّينا نحدد، وهنا لازم نستخدم أسلوب التحديد. مش معنى إن شخص فيه حاجة وحشة إن كل الشخص وِحِش، مش معنى إن عيلة فيها شخص حرامي إن كل العيلة حرامية، مش معنى إن في شخص بيعمل سلوك
معين ووحش، إن كل السلوكيات اللي بيقدمها في حياته أو بيعملها في حياته كلها وحشة. دي القاعدة التانية أو الافتراضية التانية في البرمجة اللغوية العصبية. هتقولي طب أنا أستخدمها إزاي كممارس للبرمجة اللغوية العصبية؟ خليني أقول لك. ناس كتير ممكن يعدوا عليك في الجلسات، فيجي يعدي عليك مثلا شخص يقول لك أنا جاي أتعالج من حاجة معينة، هتقول له إيه؟ يقول لك مثلا أنا كذاب، أنا شخص بكذب. مش معنى إن الشخص ده بيكذب إن كل حاجة بيعملها في حياته كلها غلط، مش معنى دايمًا إن كل حاجة بيكدب فيها، ممكن يكون بيكدب في حاجات معيّنة وفي حاجات تانية لأ. وهنا كونك قدرت إن أنت تحدد المنطقة وما تحاولش تعمم الخريطة كلها على إنها شيء سيء، هتعرف ليه هو بيكدب أو الحاجات اللي بيكدب فيها أو بيكدب ليه. خلّيني أضرب لكم مثال صغير كده على الفرضيتين دول واللي هنكتفي بيهم في الحلقة دي، عن حالة حقيقية راحت لمعالج وكانت هي عبارة عن سيدة كبيرة في السن. السيدة دي قعدت فترة كبيرة من عمرها للأسف من سبب فوبيا المَيّة ما بتقرّبش من المَيّة، لدرجة برضه إنها ما بتستحماش. ليه؟ لأنها عندها فوبيا، خوف غير مبرر من المَيّة. كونك كمعالج ويخش عليك واحدة تقول لك أنا ما باستحماش بقى لي مثلًا سنتين، 3، فكونك ممكن تقرف تقول إيه ده؟ أنا هاستحمل ريحتها إزاي؟ فتلاقي نفسك متضايق جدًا وممكن تكون قاعد قرفان طول الوقت. فلو اترسم على وشك أي علامة قرف، فده معناه إن أنت مش هتعرف تاخد منها أي حاجة كجلسة، أو إن هي كمان هتعاملك إزاي، هتعاملك إن أنت مش متقبّلها في الأول، في نفس الوقت إن أنت عمّمت حاجة. الواقع بقى إن السيدة دي لمّا راحت للمعالج أو للشخص اللي كان بيقوم بالعلاجات، فمجرّد ما قعدت قدّامه كل اللي عمله قال لها: "أهلًا بيكِ." فبتقول له: "أنا ما باستحماش بقى لي مثلًا سنتين." فبَص لها كده وقال لها: "كويس جدًا، بس حضرتِك ريحتِك حلوة." قالت له: "آه، أنا باستخدم بعض العطور." قال لها: "والعطور بتاعتِك جميلة جدًا." فكان ده أول حاجة اسمها تقبُّل الآخر. بعد شوية بدأ الجلسة معاها وبدأ يعرف إيه المشكلة اللي عندها، إيه اللي مخلّاها عندها فوبيا من المَيّة أو خوف غير مُبرر من المَيّة. بس أثناء الجلسة وهو بيتكلّم معاها، كان دايمًا بيتكلّم على حتّة معيّنة، على جزء معيّن، فما كلّمهاش مثلًا معنى إن أنتِ ما بتستحمّيش ده معناه إن ريحتِك وحشة. ده معناه إن الناس كارهينِك، ده معناه إن أنتِ المفروض ما تقعديش معايا أو تقعدي مع غيري، ده معناه إن أنتِ شخص كده يعني بتلزق والكلام ده. لأ، الكلام ده غير صحيح. هو كان بيتعامل معاها على إنها عندها مشكلة معينة من المَيّة، لكن ما عندهاش حاجة تانية خالص. فده إن هو حدد الخريطة، فتح الخريطة بتاعتها وشاف حياتها، فكانت المشكلة اللي عندها هي إن في حتة كده عند المَيّة بتخلّيها تخاف تقرّب من المَيّة، وعشان كده نجح في العلاج وقدر فعلًا يعالجها. فالبداية كانت احترام وتقبُّل الآخر، الحاجة التانية تحديد المشكلة وعدم التعميم. خلّينا نركّز على الفرضيتين دول في الحلقة دي، وعايزك تعمل حاجة صغيرة، دَوّر في حياتك شوف أنت بتحترم الناس وتتقبّلهم كما هم والّا لأ. بتسيبهم في الوظايف بتاعتهم أنت لو صاحب شغل وبتخلّيهم يبدعوا، والّا أنت من ديكتاتوري بتقول له بتلاقي واحد مبدع في الsales تقول لأ لازم أخلّيه multi task أو task multi، فاروح أقول له لأ تعالَ اشتغل أكتر من حاجة تانية ما لهاش علاقة بشغلك. والّا أنت بتحترم الناس اللي في حياتك زي عامل النظافة، زي السباك، زي الكهربائي، زي كل الناس اللي في حياتك. الحاجة التانية شوف هل أنت شخص عندك حاجة اسمها التحديد، أو إن أنت بتحدد وما بتعممش، إن أنت لمّا تقول مثلًا تشوف شخص عنده مشكلة، فبتقول إن أنا عارف إن هو طيب جدًا لكن عنده مشكلة في الحتة الفلانية، وما باظلموش وأقول إن هو كل حاجة وحشة فيه. مش الأشخاص بس، حتى في كل حاجة. يعني ممكن تخش مطعم زي ما قُلنا، فتظلم المطعم لمجرد إن شُفت حاجة وحشة فيه. ممكن إن أنت يكون عندك مثلًا قميص، فالقميص ده فيه زرار مقطوع، فمش معنى إن الزرار بتاع القميص مقطوع إن القميص كله وِحِش وما يتلبسش تاني. دَوّر في حياتك وابدأ عدِّل وابدأ لاحظ، ووقتها صدّقني هتبقى ممارس رائع في البرمجة اللغوية العصبية. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وأتمنى بقى share ولايك لو الحلقة عجبتكم، والدال على الخير كفاعله. شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.